عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم رضا بشرح من الكروشيه. وصلنا ده الجزء التاني من الفستان. لو عايزة تشوفي البداية بتاعته لازم تشوفي الجزء الأول عشان تعرفي احنا اشتغلنا لحد فين. هنا احنا كنا وقفنا عند سطرين من الأحمر، اشتغلت كمان 3 أسطر بنفس الطريقة بدون أي تزايد أو تناقص، وبعدين اشتغلت 3 باللون الأبيض، بعد كده سطر واحد باللون الأحمر، بعد كده اشتغلت سطر عمود فوق كل عمود فوق كل عمود. هوريكم ازاي عمود فوق كل عمود. وصلت هنا اشتغلت في الدوران كله كده، كل عمود فوق عمود، يعني دي غرزة الجرانية اشتغلت واحد والتاني، وفي الوسط الغرزة بشتغلها عمود فوق العمود، عمود بلف، بدخل بالخيط واسحب كده 3 على الإبرة، اسحب واطلع من 2 وبعدين 2. وهنا انا لسه ما اشتغلتش، هنا اخر عمود فوق العمود الامامي، وبكده اكون خلصت السطر كله فوق كل عمود، فوق كل عمود عمود. يعني انا معايا الصدفة هنا فوق العمود عمود، فوق العمود عمود، وما بينهم السلسلة اشتغلت عمود وعمود، عمود وفوق العمود بلفة عمود، يعني كل الاسطر عملتها عمود بلفة في كل الاسطر. دلوقتي هغير اللون للون الابيض، وهشوف هقول لكم الطريقه ازاي. احنا كده بنخلص بنشطب خلاص، يعتبر الفستان قرب يخلص معانا. هدخل هنا وهسحب، هجيب اللون الابيض وهدخل كده، اخلي الخيط ده تحت الشغل علشان اداريه تحت الشغل كده اهو، وهدخل بمنزلقة واعمل سلسلة 2، ودي ارتفاع السطر. السطر ده هشتغله فوق كل عمود عمودين عشان اعمل الكورنيش بتاع الفستان. فوق كل عمود 2 عمود، يعني هنا عمود نفس المكان عمود كمان. احنا قلنا ال2 سلسلة في البداية مش بحسبهم عمود، ببتدي السطر واشتغل عمود عمود فوق كل عمود عمود، وبكده بس كده، وبكده هكون نهيت الفستان. لما هشتغل هنا فوق كل عمود عمود، واشتغل كام سطر حسب ما عايزة طول الكورنيش، وهصوره وانزله لكم على الصفحة ان شاء الله. وبكده يكون خلص معانا الفستان. وهشوف بعد كده هعمل حاجات تانية، هعمل وردة واحطها هنا. خلص الكورنيش كله وارجع لكم تاني. اشتغلت 2 سطر، وصلت لغاية هنا 2 سطر، بعد سطر التزايد واحد والتاني، وصلت لنهاية الكورنيش. هلف واشتغل عمود بلفة، لفة واحدة، هدخل اسحب خيط، اطلع من 2 وبعدين 2، الف اسحب، اطلع من 2، 3 على الابرة، 2 اخر عمود في اخر سطر عمود. تمام كده، مش هاخد سلسلة امان ولا حاجة لان انا هسحب خيط كده عشان اقفل قفلة. بصوا سيبتها كده، هقفل قفلة بطريقة تكون كويسة، ما تكون مش ظاهرة الغرزة الأخيرة بداية أو نهاية الشغل. بلضم إبرة التنظيف كده، وبدخل هنا في الغرزة كده من تحت ال2 سلسلة كده، وبدخل هنا واسحب جامد، بشد، شايفين كده مش واضحة انها، بصوا زيها زي اي غرزة، مش واضحة خالص انها البداية. والطريقة دي حلوة قوي في التقفيل. وباخد غرزة هنا كده اهو والف علشان ما ترجعش توسع معايا، واسحب بالراحة كده، ثبتت معايا شايفين كده. هتكون بالطريقة دي، بحب القفلة دي بتكون مش ظاهرة القفلة. وبعدين ادخل الخيط، قصيت خلاص الخيط وبدخله اداريه في تحت الشغل. اقل حاجة تكون 5 سنتي، مينفعش تقصي اخره خالص،
تدخلي 5 سنتي اقل حاجة في الغرز زي ما انتم شايفين كده، وبقص خلاص النهاية. وبكده يعتبر الفستان معانا خلص خلاص. ثواني بس عايزة اوريهولكم. ممكن تعملي وردة تركبيها هنا، ممكن تكتبي اسم لو حابة اسم اي حد اللي هتعمل الفستان، ممكن تكتبي الاسم. هوريكم طريقة وردة. تجيبي بس ابرة اصغر، اشتغلت بابرة رقم 3، اشتغل الوردة بابرة رقم 2.5. بدخل كده بس حطيت بعمل 1 2 3 4 5، بدخل ثانية 6، وبدخل فيه غرزة أول سلسلة عملتها، وأربعة أعمل منزلقة وأطلع 1 2 3 وألف، أدخل في الدايرة أعمل حشو 1 2 3، أدخل في الدايرة وأعمل حشو 1 2 3، أدخل في الدايرة حشو 1 2 3. ابرة أصغر عشان الفستان صغير، يكون لازم تكون الوردة مناسبة مع الفستان. 1 2 3، هدخل هنا وأعمل الحشو، هسحب. بصي دي تنفع وردة لو حبة صغيرة اوي، بس دي تعملي 3، بس واحدة هنا وواحدة هنا وواحدة 3. أنا هعمل واحدة بس فهكبرها. هدخل في الفراغ، أول فراغ يقابلني أعمل حشو نص عمود، عمود بلفة، عمود بلفة، 2 عمود بلفة، وارجع اكرر نص عمود حشو. اروح على الفراغ اللي بعده حشو، واعمل نفس اللي عملته. انا اشتغل فيهم كلهم وارجع لكم تاني. اشتغلت في الخمس بتلات كده، 1 2 3 4 5، وصلت للنهاية. ادخل هنا واسحب بمنزلقة، وبكده في الخيط واقص وهركبها هنا او هنا في الجنب اليمين او الشمال، هتبقى بالطريقة دي. او حاجة تانية، تكتبي اسم الطفلة على هنا في الفراغ ده بالابيض، هتكتبي بعلامات طبعا، اللي هي بعلامات الخياطة اللي ممكن تتشال بعد كده، ما تكتبيش بقلم ولا حاجة. انا كتبت اسم المولودة بالطريقة دي اهي، طبعا الاسم واضح بإبرة التنظيف، ولضمتها واشتغلت حرف الحاء، وبعدين كده ماشية. طبعا ده مش كروشيه طبعا، عملته بالتطريز. ممكن تعملي سلسلة طويلة كروشيه وتفضلي تلزقيها بحاجات كده وتكتبي بيها، لو غرزة سلسلة بس كده طويلة، وتفضلي تشكليها بالاسم اللي هتكتبيه، او بإبرة التنظيف تعمليها تطريز. بعد كده انا حابه كمان ازود حاجه، ممكن تزودي او لا، دي طريقه الاختيار. ممكن هو كده خلاص انتهى وينفع وشكله حلو قوي. وخلاص كده الفستان معانا يكون انتهى. بس انا حابه كمان لو تحبي تزيني، نعمله كورنيش صغير على الكتف باللون الاحمر، برضو هيديله شكل حلو. هتجيبي الايد كده الحمالة كده، هجيب اللون الاحمر، وهنبدأ بس مثلا من هنا اهو، هنبدأ كده تدخلي فيه، يعني تسيبي سلسلتين او 3 وتدخلي في نص مسافة قصيرة جدا، تدخلي هنا وبتسحبي خيط، تبدأي غرزة كده، وهبدأ هنا بغرزة نص عمود، 1 2، بعد كده
عمود بلف كده، واحدة اتنين. حاولي تدخلي فيه، شايفين بدخل فيه، حاولي كده تدخلي في الغرز، حاولي تخليهم متناسقين مع بعض، ميبقوش بعيد او قريب اوي ولا بعيد اوي. هخلصه واجي اوريهولكوا هنا كده لحد ما توصلي هنا في الفوق الطرف، الجزء اللي فوق، وهتشتغل عمود بلفتين. هخلصه وارجع اقول لكم عملته ازاي. اشتغلت السطر كده اهو. اول بدأت بنص عمود، واحد اتنين تلاتة، نص عمود، واشتغلت واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر عمود بلف، وبعدين تلاتة نص عمود تاني. هرجع أكرر ثواني بس كده، هداري بس الخيط ده اللي هو الأبيض. ثواني هنا خبطت شوية، عمود بلفة كده، وبعدين نص عمود، واحد تاني نص عمود، لازم يبقوا قصاد بعض. تاني والتالت لازم يكونوا نفس المقاس ميبقاش، والعدد اكيد برضو علشان الايد الجزء التاني. تشوفي كده لازم يكونوا كده شايفين قصاد بعض النهايات. تمام، هلف وارجع اشتغل فيهم هم تمام نفس التاني. الف الخيط، دي نص عمود، هشتغل نص عمود في كل غرزة، اتنين غرزة، نص عمود فيه اتنين نص عمود. تالت غرزة نص عمود، واحدة التانية، بعد كده عمود بلفة. يعني اشتغل فوق كل عمود عمود، النص عمود هعمله نص عمود، والعمود بلفة هعمله عمود بلفة. خلص السطر وارجع لكم تاني. وصلت لنهاية السطر، اشتغلت فوق كل نص عمود اتنين نص عمود، فوق العمود بلفة عمود بلفة. اوريكم الشكل الايد بيبقى عامل ازاي، الكتف بيكون عامل كده. لو حابة يكون مكشكش اكتر من كده، ممكن بدل عمود اتنين عمود تعملي تلاتة عمود في نفس العمود. كده نهينا الفستان. هعمل طبعا الجزئية دي هنا نفس اللي عملته في الايد هنا، هعمله في الايد هنا. يا رب يكون الشرح واضح وعجبكم. ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير، ولو تشرفين بالاشتراك لو كنت مشتركتيش، عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.